الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واهدي أهلها سبل الرشاد. يوم جديد مع حضراتكم، تاني أيام هذا الأسبوع. النهاردة الاثنين 17 ذو القعدة 1434 23 سبتمبر 2012 13 توت 1730 آسف. في خبر هتلاحظوه حضراتكم بكرة في الصحف، وخاص بقرار رئاسي بالعفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر وعيد الأضحى. الخبر حسب زملاء لنا كثر ومنهم الزميلة داليا عثمان في صحيفة المصري اليوم غدا أنه الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال ب 6 أكتوبر وعيد الأضحى. صدرت القوات المسلحة وسددت القوات المسلحة المبالغ التالية المستحقة على 272 غارما وغارمة من المحبوسين على ذمة قضايا العجز عن سداد الأقساط وإيصالات الأمانة وتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأنهم بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ومصلحة السجون. يقضي قرار الرئيس المؤقت بالعفو عن باقي العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد 6 أكتوبر لكل من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة على 10 يونيو الماضي 15 سنة، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 يونيو الماضي متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدته أو نصف مدته ميلادية. ده خبر يعني مهم قرأته بكرة. في ناس كتير جدا يعني قرار جمهوري حتى في الصحف بكرة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد و6 أكتوبر، ونتمنى السلامة للجميع. ومسألة الواحد دلوقتي اللي بيسمع كلمة عفو بيبقى يعني مبسوط من الكلمة في حد ذاتها يعني، فنتمنى انه القرار نفسه محتوى الكلمة يكون في القرار ويجنب البلد فعلا مشاكل كتير في الفترة القادمة.